أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكاية كل باب. معاكم سما أحمد. الباب اللي هنفتحه النهاردة هو أهم حكاية في حياتنا، أهم حكاية في حياة كل واحد فينا، هو الحب بكل تفاصيله وحكاياته، هو المودة والرحمة والإخلاص. من صغرنا لحد ما نكبر هيفضل قلبنا يدق، ولما نزعل من اللي بنحبهم نقول الحب بهدلة، ولما نتخدع في اللي بنحبهم نقول ما هي مراية الحب عامية، ولما نتبهدل شوية مع اللي بنحبهم نقول ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. عشان نعيش لازم نحب نفسنا، نحب بعض، نحب حياتنا. دايما قصص الحب جميلة ومختلفة. تعالوا مع بعض نشوف أجمل وأغرب قصص الحب اللي موجودة في حلقتنا. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إن أبو سنة شهريار السعيد أبو دم خفيف اتجوز 29 مرة، وكل مرة يقول دي آخر مرة. وفي ليلة من الليالي اتفاجئوا كل الأهالي بالجوازة ال30، حب الكبيرة والصغيرة والطويلة والقصيرة. فأدرك شهريار الصباح فسكت عن الكلام المباح. معانا محطم قلوب العذارى الحاج ربيع. ازيك يا حاج ربيع؟ الله يخليك، الله يبارك فيك. حاج ربيع شرفتونا وكترتونا ونورتونا. ربنا يخليك حاج. نورت محافظة المنيا. ربنا يخليك حاج ربيع. انت متجوز دي ال30؟ 30 ايوه. الاول حاج ربيع انت عندك كام سنه؟ 71. ما شاء الله. اتجوزت وانا عندي 15. اتجوزت واحده ومشيت على ليبيا. كان ابويا بيني وبينه يعني عشان المصاريف وبتاع، ورحت سبته قعدت مع ستي وامي. وبعد كده اتجوزت ورحت ماشي على ليبيا. كان عندي 15 سنه، مشيت الرابع على ليبيا. قعدت 26 شهر. كنت في كسارة محمد علي بسيمة رئيس أمن طرابلس. فروحت أجيب مرات أبوها، قال لا ده كلت وشربت وعاوز مصاريف ومش عاوز مصاريف، ورحت مطلقها. طلقتها على طول كده عشان هم يعني ما أنا خلاص، ما أنا جيت لقيتها بعيد عن البيت فطلقتها. خدت بنت عمي، رزقني بينها بولد اسمه هريدي عنده 45 سنة، يعني هو معاه 5 عيال، ابنه دلوقتي الكبير يتجوز. لقيتها سمرة كده ما ردتش عليا ورحت مطلقها. وخدت ام مصطفى دي الله يرحمها، قعدت 6 سنين ورحنا نبني لها تربه لقيناها زي ما تكون ميته النهارده، لانها طيبه. اتجوزت عليها 14 مره. طبعا خدت ام مصطفى دي وبقت يعني هي حلوه، وكانت تمشي معايا وكانت نظيفه ومية مية، وكانت تحبني وانا كنت بحبها صراحه. طب اتجوزت عليها ليه؟ كنت اتجوز واخش عند العروسه ما اقعدش للفجر، وارجع لام مصطفى تاني اقول لها اعملي لي اكل واعملي لي شرب. ما كنتش امن اكل من ايد اي مره غير ما هي بقى. فبعد كده في مسيرات كانت اما تحصل من ابات، يعني واحد ياخدني مثلا على طمع عشان ياخد مني مثلا 10,000 20,000، ما يعرفش ينكح مني، فكانت سبب طلاق بنته كده. او في واحده مثلا في البيت شلت معاها فلوس ولقيتها ناقصه الفلوس، فاجي اقول لابوها يقول لك ما كل ما تاخد من جوازها ممكن اطلقها، لان انا ما اقبلش البايخ، انا عايز انا اساسي من الشرفه. يعني احنا جدنا موسى الكاظم كان مخلف 120 ولد وبنت من الشرفه، اللي هو شهيد العراق. ما شاء الله. جوز كام واحده؟ جدي انا علي ابو الحاج اسماعيل اتجوز 22، وجدي الحاج اسماعيل خد 27، وولاد عمي كلهم واخدين 8 وعشرات، ما عدا انا اللي وصلت 30. وبعدين اللي كنت اخدها واطلقها كانت تاخد واحد تاني تقول له انا اقعد مع ربيع ابو سنه يوم وما اقعدش معاك العمر كله، لان هو راجل انا ما احترم المراه، لا اقول لها هنا انا ابوكي ولا اشتمها، ان ما لدتش عليا ينعاشر بالمليح ينفرق بالمليح، واقول خلاص عيشها قصر خلاص وديها حاجه. كنت بتتجوز العروسه كان بيبقى عندها كام سنه يا حاج؟ كنت اما اخد يعني خدت من مصطفى دي عندها 12 سنه.
خلي بالك كانت الكتابه غير القهوه غير دلوقتي. بقيت اخد 19 سنه 18 سنه 20 سنه متعلمه. يعني انا خدت حوالي من 12 متعلمين. حضرتك متعلم؟ لا انا ما يعتبر معايا بكالوريوس تجاره، انا راجل تاجر. يعتبر معايا بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره الحياه يعني. ايوه يعني مثلا المتعلم مثلا ما يقبض 5000 جنيه، انا كنت اكسب في الشهر 20000 جنيه 15000 جنيه. وسواء في شهر كنت اما اكسب 40، يعني كنت اخش في مجايط بيوت اخد 40. خدت في مجايط بيت 46000. جايطت على ارض وعلى بيت خدت 300000. طيب ما فيش حاجه عروسه جت قالت لك لا ما ينفعش تتجوز عليا، ما تتجوزش عليا لا اما تطلقني؟ لو احترضت ان انا اتجوز عليها اديها حاجه واطلقها طلاق مقدر. اقول لها انا هتجوز وافقى ان انت يعني انا مثلا عندي بيت 4 ادوارها وعاوز اتجوز على دي، اجيبها دلوقتي توافق على الجواز، ما تقدرش تقول لا. يعني انت بتتفق معاهم قبل الجواز تقول لهم انا ممكن اتجوز عليكي؟ ايوه عادي. وانا رحت كتبت وقلت لهم بصوا، قلت لهم انا انتوا بنتكم دي 30 ان ما جاوبتش معايا واحترمت الجزمه اللي انا لابسها اتجوز عليها. انت عندك كم ولد يا حاج؟ 26 راجل و7 بنات، منهم اميره دي اللي هنا دي. كل واحده معاها 5 ولا معاها 6 ولا معاها 4. ما شاء الله. وعندك كم حفيد؟ ما هو عندي 42 حفيد، حتى يعني ابن بنت مخلف ويت. طيب ولادك يا حاج ما حدش اعترض على جوازك؟ لا ابدا، ما عدش لي عندي حاجه، انا اللي عملت الفلوس وانا عزيزهم. ما كانش الواحد راجل واثق من نفسه ويصرف على بيته ما يتجوزش. يعني انا كان معايا 4 كانوا ياكلوا في صحن واحد. ما فيش واحده تقدر تبص عيلها يضرب العيل التاني يقول لها ده اخوه. اوعى تتكلم، هتتكلم. انا في يوم طلقت 3. في نفس اليوم طلقت 3؟ طلقتهم عند واحد اسمه نجيب فابة مأذون. طلقتهم ومسافة ملف الشهر خطبت 3 تاني. يعني 45 يوم جبت 3. ومحدش يقدر يقول لي لا، لأن كل جرموط يلعب في بركه. طلقتي 3 ليه مرة واحدة؟ اختلسوا مع بعض. لسه كنت هقول لك مفيش بقى ان هما الضراير مع بعض يتفقوا عليك. استأجر أرض على الأرض بتاعتي وزرع شامي وزرع حاجات، يعني مثلا شامي جمح اي حاجه، فكانوا ما يختلسوا ويبيعوا الحاجه. فظبطت عليهم الاختلاس. انا رحت شايلهم على طول، رحت طلقتهم طلاق مقدر، دفعت حقهم. حاج ربيع بتقضي بقى يومك ازاي؟ يعني انت دلوقتي في 4 على ذمتك، كل يوم بتروح عند واحده؟ لا كنت معاملهم لقيت الاسبوع طويل، كنت معامل واحده يومين، اروح عندها يوم وارتاح يوم، اروح عند التانية يوم وارتاح يوم، اروح عند التانية يوم وارتاح يوم. جيت على عيد الضحيه وكل يوم كده بصوا، قلت لهم ما تبصوش، انا في اسبوع واحده، احنا خلبط الاسبوع ده بس. وصبح والصبح متكحلين ومية مية. ومناك واحد بجنبنا مع مرة دق فيها وبقت الزيطة بالشارع. قال له يا اخي بص الربيع ابو عبد الغني يا اخي معاه 4 حريم وصبحين متكحلين وما ياكلوا. كنت جايب لهم 2 كيلو ارنجه وقاعدين من كل واحده حاطه عيله على حجرها وانا قاعد وسطيهم، ودوكا مدقين وعاملين عركه بره. قال له يا اخو بص الربيع اللي معاه 4 نساوين مش اما يدق ابدا، انا ما ادقش مع المره وما اضربش للمره في الشارع ولا اخطرها في الشارع. لما يبقى بيني وبينها كلام اكلمها في اوضه النوم بتاعتها، اقول لها كده غلط وكده صح. لو جيت من بره ولقيتوا الستات متخانقين، 2 متخانقين مع بعض ولا 4 متخانقين مع بعض، اكيد بيتخانقوا مع بعض ستات. عادي انا اديهم بس اعرف مين اللي غلطانه، بس كنت اضربهم ال4. الحسنه تخص كانه السيئه تعم. يعني المرأة ادام انت قاضيه معاها الواجب ومحترماها ومية مية، لازم تحترمني ولازم ما تعملش الغلط، وحاسبها مرة و2 و3 اسيبها لها، انما بعد كده اروح قصف على طول شايلها من على المنصه. يوم الصباحيه بقى مراتاتك التانيين بيجوا يصبحوا عليك؟ ايوه طبعا، ويبقى عندنا مجبون لنا فطير وحمام
وجلاش وبسبوسه، خلي بالك. وتيجي واشرط على ام البنت، يعني انا شرطت على ام البنت دي، قلت لها ما جبتليش حمام عليها الطريقه، اسيب لك بنتك للصبح. عامل ايه، ويجيبوا لي كبده وبتاع. وخلي بالك يعني اغلى حاجه يجيبوها، انا ما اشرط عليها، هو ما ادفع. يعني انوز نشيبتي ب 3000 جنيه اقول لها خدي احسن تكون انت ما معكيش فلوس، هاتي لي حمام وهاتي لي اي حاجه تشرفني. ما شاء الله ما شاء الله انا عليك. واثق من نفسي ان انا مش لازم اتجوز، لان البنات بتاع اليمنتول بتاع تلفزيونات، يعني ما تتفرج على التلفزيونات وعاوزه راجل كويس. فانا ما كنتش واثق من نفسي 100%، ما كنتش المرأة اخطر نفسي معاها. العروسه الجديده عندها كام سنه؟ 35، يعني من مواليد 1/12 85 1985. دي المفروض اكبر عروسه انت خدتها في السن؟ لا فيها حريم، انا خدت 11 مره. خدت واحده عندها 42 سنه، وخدت واحده عندها 53 اللي هي بتاع ابو قرقاص دي، بس على السهوله. اكيد يا حاج الناس دلوقتي نفسها تسالك هو حضرتك بتاكل ايه؟ يعني حضرتك بتفطر ايه، بتتغدى ايه، بتتعشى ايه؟ 10 بيضات في الصبح، اكل منهم 6 5 نتش من غير ملح. في الظهر لازم اتغدى بلحم. في المغرب اتعشى بفروج، يعني انا جايب 10 كيلو فروج النهارده. عشيه كان عندي لحم، اول كان عندي لحم، نسيبتي بعتت لي بحتين كده بلدي، ده كريم بح اوام لقاهم في الثلاجه. 10 بعشر جوافه، 10 بعشر مانجا، 10 بعشر ليمون. ما احطش اركع الشاي، اما اشرب 4000 سجاير و3000 سجاير. بتشرب سجاير كتير ليه يا حاج عشان عايزين نكملهم ال 40؟ يعني ما اكل رغيف، انا اكل ممكن اكل نص كيلو لحم، بس فروجه ده اخده وما اكلوش، ما احبش الفروج الابيض ده، صحتي ما تجيش عليه. طب صحتك عامله ايه؟ 100 100، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني انا ممكن اشيل لكم 100 كيلو دلوقتي، يجيبوا لي 100 كيلو اشيله، يعني ممكن شاب من الشباب دي اشيله بدراعي احطه على كتفي. ايوه. يعني انت بتشيل عروسه يوم الدخله؟ ده هي جات لي 80 كيلو في الشهر ده، زادت 8 كيلو عندي الميزانه، بقت 88. هي قالت انا مش عاوز ازيد، قلت لها ما تاكليش. بتقدر تشيلها يعني؟ ما شاء الله. اشيلها كيف؟ انا لما اكون اشيلها اطلع بالسلم يعني، اطلع بالسلم عادي. ما الواحد لما يشيل عروسته ويطلع بالسلم، اشيلها عادي واطلع بالسلم. 90 كيلو ولا ما لهاش حاجه. قول لي يا حاج انت ناوي تتجوز تاني بعد ال 30؟ لا والله انا مشيت على ماشيه كده مش هتجوز عليها. مريحاك العروسه دي كويسه مدلعاك يعني؟ لا محترمه مؤدبه ومحترمه وبنت ناس، وكل اللي يجي من اهلها يقول لها احفظي كرامه الحاج ربيع. يعني انت ختمت بالعروسه دي مش هتتجوز تاني عليها؟ لا يمكن، لا ده ظروف مش بقى. اكيد. ايوه والله، يعني انا كان في واحده كانت متجوزه، كانت محاميه واعترت فيها في المحكمه، قعدت اتصاريت معاها عندها 37 سنه، كانت عاوزه تاخدني. كانت عايزه بعد ال 30؟ بعد العروسه ال 30 كانت عايزه تتجوزك؟ قبل العروسه ال 30 دي. على 29. وبعدين قلت لها طيب انت دلوقتي هتروح الشغل، مين اللي يوكلني ويشربني؟ قالت اجي من الشغل، قلت لها ما ينفعش. وهتروح، انا قاعد اكتب في الورق، قاعد اعمل بتاع، طب انا اعمل لها شاي، انا اطبخ لها، انا اضحك لها الحلال، ما ينفعش. ما هو قال لك يا عبد تكون بصير على نفسك، بكره وبعد نقول لها تشكيني، تقول لي اعمل لي توكيل عشان اعمل ايه، وتروح تشكيني تاخد مني البيت وتقعدني في الشارع. فانت رفضتها بقى العروسه دي، ما حبيتهاش يعني؟ رفضتها والله، رفضتها. وما رضيتش اخد واحده من مصر واقعد معاها وعندها عماره عند السيده زينب. قول لي يا حاج بقى مين اكتر واحده انت حبيتها ولحد دلوقتي ما بتنساهاش؟ ام مصطفى دي اكتر واحده انت حبيتها؟ واحلى واحده دي برضه، دي انا مخلف منها فارس على كيفك، راجل عنده 18 سنه وهنجوزه. يعني قلت له نقي العروسه اللي تعجبك وانا ادفع لك المهر. ما رحتش لعروسه قبل كده وقالت لك لا يا حاج انا مش هينفع اتجوزك، او اهلها رفضوك عشان انت متجوز كذا واحده؟ واحده رفضتني وعلى المهر، استقالت المهر، وانا حطيتها في دماغي، قلت لو بعت فدان طين فيها وخدتها، اللي هي ام احمد وعلي، خلفت منها 4 اتنين ماتوا ومعاها احمد وعلي. كانت ابوها كان من بلد اسمها بكير، كان شيخ غفر، بس ابوها كانت يشنبه زي شنب القرموطي، كانت عامله كده.
وخدتها وبعت فيها فدان طين. هي حلوه قوي كده ولا عشان هي قالت لك لا انا المهر؟ متعلمه وابوها الصلبة عشان الفلوس. قالت ماشي، قلت لها حاضر. بعت فدان طين ب 8000 جنيه دفعته فيها، ومعايا منها رجلين ما خطربهمش الظهر. بعدين طلقتها ولا دي فضلت معاك؟ القعدة دي حصل بيني وبين أبوها، كنت مشاركه على 4 عجول، فراح باع العجول. باع العجول بتاعتك؟ باع العجول بتاعتي. طبعا أنا مش واخد عليه سند، ده نسيبي. فجيت أقول له، قال لي ما ليه عندك جايمة؟ قلت له يعني هتخلي الجايمة أكبر من العجول؟ قال لي قلت له بنتك ما تلزمنيش، ورحت مطلقة. وقعدت 15 يوم مطلقة مش عاوزة تمشي من البيت. بقيت أزعق وجاولات تعالوا خدوها، وراحت اتجوزت وساكت لما خلفت عيالين، وكانت عاوزه ترجع لي تاني. مفيش واحده طلقتها وبعدين رجعتها صعبت عليك او حسيت ان انت مش قادر تستغنى عنها؟ ايوه، خدت واحده ما قدرتش بقيت انادم عليها وانا نايم في الليل، واقول لها هاتي لي اكل، هاتي لي شاي، وابوك ما لقاش حاجه. وبعدين سكت وراها لما جبتها من جوزها. اتجوزت وطلقتها من جوزها ورجعتها تاني؟ بعد 8 سنين ومن ابو رجب، واتجوزت واتطلقت من جوزها عشان ترجع لي. ما رضيتش ارجعها واتجوزت الجوازه دي. يعني بعد ما طلقتها من جوزها، بعد انت ما طلقتها من جوزها ما رضيتش ترجعها؟ ايوه، قالت لها، قلت لها طب انا ليه ما انت اللي مطلقها يا حاج؟ طلقتها. انت اللي مطلقها، ما اتجوزتهاش ليه بقى؟ كتب لها شقه، كانت واخده واحد من اسيوط وكتب لها شقه. قالت له لا انا مش عاوز الشقه، خد ورق الشقه وطلقني. ويوم ما رنت عليها بالبصر قالت لي انا اتطلقت. استنيتها ببلدها، بوطنا زي خضر والسماك اللي في التمثيليه، قعدنا ساعه مبوطين في بعض. وبعد كده الناس قالت هاخدوا اولاد عمها، قال لها مش هترجع للحاج ربيع. قالت له هرجع للحاج ربيع ببلاش من غير كتابه، هرجع له. وقعدت معايا 8 سنين. فلقيتها تركب العصايه العوجه وتقول لي اكتب لي نص البيت، اكتب لي مش عارف هانت عليها ورحت مطلقه. انت في دلوقتي كام على ذمتك؟ واحده بس. يعني العروسه بتدلعها بتناديها تقول لها يا سوسو يا ميمي؟ لا انا سوسي يا كلبه، اقول لها يا سوسي. ما ينفعش. يا زينب يا زينب، يا فاطمه يا فاطمه، بس انادمها باسم عيل مثلا، يا ام صالح، يا ام يحيى، يا ام احمد، يا ام. طب لو جيت تجيب بقى هديه لازم تجيب للكل، لو انت مثلا على الاربعه موجودين على ذمتك، لو جبت هديه بتجيب للاربعه؟ لابسين يجي حوالي فيهم دهب يجي 200 جرام، كل واحده فيها يجي 50 60 جرام. ما اخدش الدهب انا من المره، اعمل به ايه؟ ما انا مبسوط الحمد لله. ما اخدش الدهب انا، ما خليش المره تمسكني من ايدي توجعني. انا في مره اتعذرت وبعدين راحوا هم الاربعه وقعدوا الدهب من ورايا وجابوه لي. بس كل اللي اتجوزوك عشان هم بيحبوك. أيوة. يعني بيحبوك وبيموتوا فيك يعني. وما خدتش واحده ودميت فيها حتى الوحشه اطلقها، وواحد يجي يسالني عليها اقول له ده احسن واحده، بس هي كانت عيشه وحالته ولو عوجه هي كمان. ما رضاش ادم فيها لان انا معايا عرض، معايا 7 بنات، حرام عليا. طيب عايزين نشوف العروسه بقى يا حاجه ال30. قولي لي بقى ايه عجبك في الحاج؟ رجل محترم. وانتي ما خفتيش لما عرفتي ان الحاج متجوز 29 قبلك؟ لا طبعا ما خفتش منه، انا لقيته رجل محترم. قولي لي بقى انتوا عرفتي الحاج ازاي؟ هو جه على 8 يوم وروحت، جاني الخميس روحت الخميس. يعني هو جيت قدم لك، ما كنتيش انت بتعرفيه؟ لا طبعا. وفت ما لقيته رجل محترم وراجل كده كويس خدته. طب انتي ما خفتيش لما عرفتي ان الحاج متجوز قبلك 29؟ ما خفتيش ان هو يطلقك؟ لا طبعا ما خفتش منه، قلت لا خلاص ده هو نصيبي. طب هو الحاج قال لك ايه؟ اكيد قعد معاكي قبل الجواز، القعده اللي هي قبل الجواز بيتعرف عليكي، قال لك ايه؟ عادي السهرنا كسرية عادية يعني زي اي حد من السهر. فوقعتي فيه بقى وحبيتيه؟ ايوه طبعا، من ساعة ما قعدت معاه وارتحت له. الف مبروك.